السلام عليكم متابعي الكرام. سنتعرف في هذا الفيديو على سورة إذا قرأتها في القرآن الكريم مرة واحدة يوميا سوف ينزل عليك الرزق كالمطر، وينفي الفقر نهائيا، وتيسر لك كل عسير. لكن قبل البدء صلوا على نبينا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. تعتبر سورة البلد من السور المكية التي نزلت في مكة المكرمة، ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل سورة الطارق وبعد سورة قاف. تقع سورة البلد بين سورتي الفجر والشمس، وتتكون من عدد من الآيات يبلغ عددها 20 آية، ويكون ترتيبها في المصحف الشريف هي السورة رقم 90، وتقع في الجزء 30. وتعد سورة البلد من الصور التي تبدأ آياتها بأسلوب القسم، فقال تعالى: لا أقسم بهذا. فأبرز النعم التي منحها الله للإنسان قد تكون ليست مادية، وإنما قد تكون صحة أو ذرية صالحة أو هدايتهم إلى الخير وابتعادهم عن الشر، والإنسان هو من يحدد، مع أن الله تعالى ترك للإنسان حرية الاختيار طريق المناسب له، إلى أنه حرص على تذكيره الدائم بخطورة الطريق السيء وأهمية اتباع الطريق الحسن وطريق الخير. يمكن للإنسان أن ينجو من النار بعمل خير، مثل إطعام مسكين في موقف صعب، فالشدائد لا تمنع الالتزام بأوامر الله تعالى في أشد المحن. ضرورة صلة الرحم والتصدق على الفقراء والمساكين، وضرورة الصبر على قضاء الله تعالى وقدرته في كل الظروف، وعدم استغلال الإنسان في أذية الغير، بل استغلالها في دعم ومساعدة الغير، وأن من يصر على كفره سيلقى مصيره في الآخرة جهنم، وبئس المصير. حسب بعض العلماء والمفسرين، والله أعلى وأعلم، أن سورة البلد هي كيس الفقراء، تقرأ بعد صلاة الفجر وقبلها مالا لا ينقطع أبدا. سوف تفتح لك باب أبواب الرزق الوفير، تقرأ مرة واحدة وأيضا قبل النوم. والله تعالى أجل وأعلم. اللهم انفعنا بما تعلمنا وعلمنا ما جهلنا. إذا أعجبكم محتوى قناتي لا تبخلوا علي بالإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.